اليوم ميمتي باش تودكم بالوصفة الكاملة للبنبالوني التونسي. قولولنا انتم منين تعملوا البنبالوني في الدار كيفنا، ولا سؤال حيرني شبي تونس الكل تسميه بنبالوني، كان مستيري يسميوه شيشي. للوصفة خذينا رطل فرينة، باكو سكر فانيليا، طرف ملح، حطينا الماء دافي في الكاس، زدناه باكو خميرة ومعاه مغرفة صغيرة سكر، خلطناه مع بعضهم. توا حضرنا الماء الدافي وزدناه بشوية بشوية للخليط متاعنا، نقعدو نلمو فيها كيما تراو ميمتي تعمل، نلمو نزيدو بشوية الماء، نلمو نزيدو بشوية وبعد نزيدو الخميرة متاعنا. وعادي راهو كان جاتنا جارية نصلحوه بالفرينة كيما عملنا توا، لموها لين تولي كيف هكا. وباش نجيوكم للسر متاع البنبالوني كيفاش يجي، الاسفنج ارطب ومنفوخ اللي هو العظم تاعي، نركضوهم ونزيدوهم للخليط. هو تبعوا ميمتي كيفاش تعجن بالضبط، كان جاتكم يابسة زيدوها الماء، وكان جاتكم جارية زيدوها الفارينة، تبعوها. توا نخليو العجينة متاعنا تخمر لمدة نص ساعة. توا أهم حاجة كي تحضر نبلو يدينا بالماء باش تنجمو تشدو العجينة كيما تراو ميمتي عملت توا. السر